لو ما جربتيش تعملي القلقاس بالطريقة دي بجد فايتِك كتير، أحلى طريقة تعملي بيها القلقاس طعمه مميز جدًا وريحته تجنن بتجيب لآخر الشارع، لو جربتِ الطريقة دي هتعتمديها مش هتبطلي تعمليه إلا بنفس الطريقة، وعلشان تقومي بتحضيره هتجيبي القلقاس بتاعِك هتقشريه، طبعًا أنا هنا مستخدمة كيلو ونص من القلقاس هو إجا 2 كده، خدته قشرته وبعد كده مسحته كده بفوطة كويس، وقطعته لمكعبات، طبعًا انتِ ممكن تقطعيه أي تقطيعة انتِ تحبيها وتفضليها. وكنت محضرة عندي حلة على النار فيها شوربة، طبعًا انتِ ممكن تستخدمي شوربة لحمة أو شوربة فراخ، أو لو مش عندِك شوربة خالص هتجيبي شوية من المَيّة تحطي فيهم 3 مكعبات من المرقة، وهتسيبيهم لغاية لما يغلوا، وبعد كده هتنزلي بالقلقاس بتاعِك وهتقلبيه كده تقليبة، وهترجعي تغطي عليه وهتسيبيه على درجة حرارة متوسطة، وتعالوا يلا بينا نحضر السلق مع بعض علشان بيدي له طعم مميز جدًا وبيخليه طعمه في حتة تانية خالص، وعلشان القلقاس يطلع معاكم مضبوط والخضرة مضبوطة هتحتاجي ل3 حزم من السلق، طبعًا أنا خدت السلق وشِلت منه الورق بس، العيدان بتاعته دي إحنا بنرميها إحنا بنستخدم الورق بس، وجبت حزمة واحدة من الكزبرة، هاجيب الخلاط بتاعي بقى وهنحط فيه السلق مع الكزبرة، وهنضيف له نص كوباية من المَيّة، مَيّة عادية من الحنفية، أو ممكن تستخدمي شوربة دي حاجة ترجع لِك انتِ، يعني أي حاجة ممكن تضيفيها، وهناخد المكونات دي كلها وهنضربها في الخلاط لغاية لما تنعم معانا تمامًا. وده شكلها بعد ما ضربناها في الخلاط وبقت جاهزة معانا، هتجيبي طبق غويط وهتجيبي مصفى وهتصفي الخضرة لغاية لما السوائل اللي فيها كلها تنزل، وطبعا اللي بيتبقى منها ده كده احنا مش بنرميه احنا بنحطه على جنب علشان نستخدمه كمان شوية، واهم حاجة لازم تصفيه كويس من كل السوائل اللي بتكون موجودة فيه، يعني هتدوسي عليه بالمعلقة كده علشان كل السوائل اللي موجودة فيه كده تنزل معاكي، وهتاخديه بقى وهتحطيه على جنب، والمية اللي نازلة من الخضرة دي هتاخديها وهتحطيها على القلاص، وطبعًا زي ما قُلت لكم القلقاس إحنا سايبينه على درجة حرارة متوسطة علشان يستوي براحته، ويبقى دايب كده يا دوب ويبقى عامل زي الزبدة، ولمّا تنزلي بمَيّة الخضرة هتقلبيه كده تقليبة بسيطة، وهترجعي تغطّي عليه وهتسيبيه برضه على درجة حرارة متوسطة، وتعالوا يالّا بينا نعمل أحلى طشة لأحلى قلقاس بيخلّي طعمه في حتة تانية خالص، هتجيبي طاسة على النار هتنزلي فيها بمعلقتين كبار من السمنة البلدي، وهتنزلي بنُص معلقة من التوم المفروم. وعلى فكرة التوم ده اللي أنا مخزناه معاكم من أول السنة، شوفوا بسم الله ما شاء الله عليه لسه محتفظ بلونه وحلاوته اللي تجنن، هتشوحيه بقى تشويحة بسيطة كده خالص احنا مش عايزينه يتحمر، وبعد كده هتنزلي عليه بالسلق وهتشوحيهم كده تشويحة بسيطة مع بعض حوالي دقيقتين كده بس مش أكتر، احنا عايزين الخضرة تتشوح تشويحة بسيطة وفي نفس الوقت تبقى محتفظة كده بخضرها وجمالها ده، وهتاخديها بقى وهترشيها على القلقاس، ما اقولكيش بقى على الريحة ولا الجمال والحلاوة، أحلى قلقاس ممكن تجربيه، شايفين بقى اللون والجمال والحلاوة والخضار، بسم الله ما شاء الله عليه بجد، لو جربتيه بالطريقة دي هتعتمديه ومش هتبطلي تعمليه إلا بنفس الطريقة، علشان بجد يجنن وريحته تجنن وطعمه في منتهى الجمال والحلاوة، أنا عايزاكي تجربيه علشان بجد هتعتمديها. وهتقومي مقلباه تقليبة بسيطة وهتقومي مغطية عليه وهتسيبيه على درجة حرارة هادية خالص لغاية لما يستوي معاكي ويبقى دايب عامل زي الزبدة كده، وتعالوا يلا بينا بقى نقدمه مع بعض بعد ما استوى معانا وبقى جاهز، بسم الله ما شاء الله عليه طعمه لذيذ جدا في منتهى الجمال والحلاوة، ودي كانت وصفتنا النهاردة الجميلة يا رب تكون عجبتكم وبألف هنا ليكم، ومن فضلكم هطلب منكم طلب صغير جدا اللي لسه مشتركش في القناة يشترك عشان بجد اشتراكاتكم دي بتفرحنا جدا، وشكرا ليكم جدا على المتابعة.